الحقني يا عصام مش قادر، عضله الضمه شاده مكانها هنا كده بالظبط. طب ايدك بس كده يا نجم عشان ما توحشكش. الهيب ادكتور سترين اللي هي اصابه عضله الضمه دي بتحصل بسبب ايه واعمل ايه عشان اتجنب الاصابه دي في المستقبل. الاول قبل ما اجاوبك على السؤال لازم تعرف الفرق ما بين الابدكشن يعني عمليه ابعاد الرجل للخارج او الادكشن يعني عمليه ادخال الرجل للداخل. الابدكشن هنا وهي عمليه الابعاد يعني رجلك تطلع لبره، فهنا عضلات الجلوتس ميدياس هي اللي بتشتغل. اما بالنسبه للادكشن فعندنا عضلات الهيب ادكشن ماسلز اللي هي عضلات الضمه هي اللي بتكون شغاله عشان تدخل الرجل لجوه. وحركه الهيب فليكشن دي بتستخدم جدا في الجري، عشان كده اغلبيه لعيبه الكوره بتتصاب في المنطقه دي. خلاص يا ابني انت صاحبني ولا ايه؟ صاحبني ولا ايه؟ وده بسبب اجهاد كبير جدا على العضله من غير ما اكون مأهلها وممرنها كويس. يعني من الاخر عملت عليها اجهاد اكتر من اللي هي قادره تستحمله. فمن الاخر النصيحه اللي اقدر اقولها لك انك تمرن عضلات الادكشن ماسلز كويس جدا، والتمارين بتاعتها زي الكيبل ادكشن وهو عمليه ادخال الكيبل كده للجسم لجوه، وبرده تمرينه الماشين ادكشنز وهنا رجليا لبره